تعالوا بينا بقى نعمل المكشوفة، اخر اختراعات وترندات رمضان. بتتباع بالشكل ده في المحلات، والطبق ده عامل 675 جنيه. ليه بقى؟ مش عارفة. هنعملها بقى مع بعض النهاردة بتكلفة اقل من ربع تمنها، كمان بكريمة اقتصادية جدا ومميزة جدا جدا. وهنعملها كمان في صينية اكبر من الطبق بتاعهم ده، يكفي عيلة بقى بحالها. وهنعملها بقى باسهل وابسط طريقه. عايزه اقول لكم والله ان ده اسهل فيديو عملته في حياتي، من كتر ما الطريقه بجد بسيطه جدا وسهله وسريعه ومن غير فرن. يعني بجد الارقام الخزعبليه اللي احنا بنسمعها دي حاجه كده رهيبه. السنه دي الاسعار في متناول تجار المخدرات. ويلا بينا بقى على طول نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. بس الاول، لو اول مره تدخلي قناتي اهلا بيكي، اتمنى تنوريني وتشرفيني باشتراكك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل وصفه جديده بنزلها. لايك وشير للفيديو لو عجبكم. واول حاجه نبدا بيها علشان احنا عايزينها ساقعه هي القشطه الكدابه، لكن المره دي بقى هنعملها باضافات حلوه قوي هتوديها في حته تانية خالص. اوعدك لو عملتيها بالطريقه دي هتدوقي احلى قشطه كلتيها في حياتك. معانا هنا نص كيلو من اللبن، هنحط عليهم معلقتين كريم شانتيه، وده طبعا اختياري، بس زي ما قلت لك ان الاضافات اللي هنضيفها دي هتخلي طعم الكريمه حلو قوي بزياده. وهنحط عليهم كمان 3 معالق من السكر، وكمان 3 معالق من النشا. لو ما عندكيش نشا حطي 3 معالق من الدقيق. هنديها تقليبه، وبعد كده هناخدها على البوتاجاز على نار متوسطه، ونفضل بقى نقلب فيها، ما نشيلش ايدينا منها خالص. واول ما تبدا تسخن معانا نحط عليها مكعب واحد من الزبده، وبعد كده هنحط عليهم مكعبين من الشوكولاته البيضاء، وهي دي بقى الاضافه اللي هتخلي الكريمه بتاعتك حاجه تانية خالص. طبعا برضو لو مش موجوده عندك تقدري تستغني عنها. شايفين سمك القشطه بتاعتنا خفيف ازاي؟ احنا عاوزينها تبقى كده، لانها لما بتبرد بتتقل عن كده كمان شويه. واول ما تعمل فقاقيع بالشكل ده معنى كده ان النشا بتاعتنا استوت. نطفي بقى عليها النار، وبعدين ناخدها ونفضيها في اي بوله. اغطي وشها بكيس علشان ما يعملش معايا قشره، وهسيبها بقى لما تبرد خالص. وبعد كده هدخلها التلاجة او الفريزر لحد ما تسقع معايا شويه. وعلى ما تسقع بقى تعالوا بينا نجهز الكنافه. معانا هنا نص كيلو من الكنافه، والكنافه هنا لازم تكوني مفرزاها من قبليها علشان تتفرفط معاكي بسهوله زي ما انت شايفه كده. ولو لسه شارياها اضربيها كده ضربتين في الكبه، او قطعيها بالسكينه او بالمقص تقطيعه صغيره. وده بقى شكلها. ناخدها بقى على البوتاجاز علشان نحمرها. هنجيب بقى دلوقتي الجريلا بتاعتنا ونحطها على نار متوسطة، ونحط فيها من 3 ل 4 معالق كبار سمنة او زيت، المتوفر عندك اشتغلي بيه. وبعد كده هنحط فيها الكنافة، ونفضل بقى نقلب فيها، ما نشيلش ايدينا منها خالص. ولو انت هنا بقى مش حابه تعمليها على البوتاجاز من فوق، افرديها في صاج من غير بقى ما تدهنيها اي ماده دهنيه، وحطيها تحت الشوايه تاخد لون مع المتابعه طبعا. واول ما تخرجيها حطي عليها ربع كوبايه من السمنه او الزيت، وبقت بالشكل الجميل ده. ما تغمقيش بقى عن كده علشان لما بنحط الشربات عليها بتغمق عن كده كمان شويه. هنطفي عليها النار وناخدها بقى وننقلها في اي حاجه بسرعه علشان ما تاخدش لون زياده عن كده من سخونه الجريلا. وبعد كده نحط عليها شويه من الشربات هنا كان بدرجه حراره المطبخ. هنزود الشربات واحده واحده لغايه ما نوصل للشكل ده. شايفين بمجرد ما بضغط عليها بتتشكل معايا بمنتهى البساطه. خلاص كده مش هنضيف شربات تاني.
هبدأ بقى اجيب القالب المجوف اللي هشتغل فيه. ما عندكيش القالب ده هاتي اي طبق نص دايرة ان شاء الله حتى يكون طبق بلاستيك، وحطي جوه الطبق في النص بولة صغيرة او كوباية علشان يبقى بنفس شكل القالب ده. ولازم نغلفها بالشكل ده بالبلاستيك راب او بأكياس تلاجة عادية علشان تسهل علينا نطلعها من القالب. وبعد كده بقى دلوقتي هبدأ اوزع الكنافة في قلب الصينية بالشكل ده. وخلي بقى هنا السمك بتاعها لا يكون رفيع قوي ولا تخين قوي علشان ندي مساحة للكريمة انها تكون كتيرة في النص. وبعدين هبدأ اسكن حواف الصينية بالكنافة. لازم اسكن الكنافة في القالب واضغط عليها كويس جدا علشان انا هنا عايزة اعمل تجويف جوه القالب اللي انا شغالة فيه. وده بقى شكلها. هندخلها بقى دلوقتي التلاجة او الفريزر تمسك كده في نفسها على ما نعمل بقى الكريمة. واول حاجة علشان نعمل الكريمة لازم تكون المية بتاعتنا فيها تلج علشان تشغل مادة الجلوتين اللي موجودة في الكريم شانتيه. فهناخد هنا بقى كوباية من المية المثلجة ونحط عليها معلقتين من السكر، وبعدين نضربهم بالمضرب شوية صغيرين علشان بس ندوب السكر. وبعد كده هنحط عليهم كوباية من الكريم شانتيه وكمان كيس من اللبن البودر، وطبعا ده اختياري تقدري تستغني عنه، ومعلقة من القشطة. والقشطة دي احنا واخدينها من وش اللبن اللي احنا عملنا بيه القشطة الكدابة. وهبدأ بقى اضربها بالمضرب لحد ما تتقل معايا. وبعد كده هضيف عليها القشطة بتاعتنا بعد ما تكون بردت تماما، وارجع تاني اضربهم مع بعض كويس جدا. معايا هنا بقى فراولة غسلاها كويس جدا ومنضفاها وبعدين قطعتها صغير بالشكل ده. هبدأ بقى انزل بيهم على الكريمة وبعد كده هقلبهم كويس جدا مع بعض علشان الفراولة تختلط كويس مع الكريمة. وعايزة اقول لكم والله العظيم ميكس الكنافة مع القشطة مع الفراولة حاجة كده بجد اختراع. ريحتهم حلوة قوي وطعمهم رهيب، حاجة كده في منتهى الجمال. خرجت بقى القالب بتاعنا بعد ما اتماسك شوية وهبدأ اوزع فيه الكريمة القمر اللي احنا عملناها دي بالشكل ده. وبعد كده بقى هجيب بقية الكنافة اللي موجودة معانا واغطي بيها وش القالب بتاعنا بالشكل ده، واضغط بقى عليها بالراحة خالص علشان كله يمسك في بعضه. وبعد كده هاخد بقى القالب الجميل ده وادخله التلاجة ساعتين على ما الكريمة كده تمسك نفسها. هنا بقى بعد ساعتين هبدأ بقى دلوقتي اقلبها، وطبعا هتتقلب معانا بمنتهى السهولة عشان احنا حاطين بلاستيك راب. هنشيل بقى من عليها البلاستيك بالراحة خالص، واجيب بقى دلوقتي بقية الكريمة اللي كانت موجودة معايا واملى بيها التجويف بتاع القالب بتاعنا بالشكل ده. وبعد كده بقى هزين الوش بتاعها بكام قطعة من الفراولة وشوية من الفستق المجروش. شايفين بقى شكلها حلو قد ايه زي اللي انتوا شفتوها في الفيديوهات او اشتريتوها، واحلى كمان واكبر بكتير عن اللي بتتباع بره، وتكفي بقى عيلة بحالها وما كلفتناش حتى 100 جنيه. ونيجي بقى دلوقتي لأحلى لحظة، اللحظة الحاسمة، لحظة بقى المكافأة. شايفين بقى شكلها قد ايه حلوة قوي من جوه، انهيار كده من الكريمة الغنية بالفراولة بطبقة الكنافة المقرمشة، حاجة كده بجد روعة، وصفة بجد تستحق انكم جربوها. عملناها من غير فرن وبأقل التكاليف ومنتهى البساطة ومن غير اي تعقيدات. تسموها بقى المكشوفة او الكنافة بالقشطة والكريمة ايا كان، بجد طعمها حلو قوي وريحتها تجنن، وحاجة كده بجد تاكليها معلقة ورا معلقة وتقولي بجد ايه الجمال ده.
وبس كده، وبكده خلاص يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم بقى الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.